السلام عليكم. انواع الربط، عندي نوعين من الربط، ربط توالي وربط توازي. سابقا كنا ناخذ كل متسعه منفرده، الان راح يصير عندي اكثر من متسعه، 2 3 4 فما فوق، هكذا هو يكون انواع الربط. تعال خلي نسوي مراجعه بسيطه عما سبق. كنا ناخذ هذا القانون يا شباب الخاص بالسعه للمفرد، يعني شنو المفرد؟ السعات المنفرده، قلنا هذا القانون عليه كلش مهم. ليش؟ لانه قلنا عليه يفيدنا، راح دائما نستخدم هذا القانون بحيث راح يبقى ويانا بكل المسائل. هذا القانون كنا نستخدمه اذا كانت عندي متسعه واحده. هسه بانواع الربط راح يصير عندي اكثر من متسعه، ايش راح اسوي من يصير عندي اكثر من متسعه؟ راح ينفصل هذا القانون، يصير C1 Q1 دلتا V1 للمتسعه الاولى، C2 Q2 دلتا V2 راح يصير المتسعه الثانيه، واذا اكثر من متسعتين راح يصير ثالثه وهكذا. طيب احنا راح نفترض عندنا متسعتين فقط، فنفصل القانون بهذا الشكل. راح يصير عندي ايضا C1 والC2 والQ1 والQ2 او حتى الدلتا V1 والدلتا V2 راح يصير عندهم يعني جزء يسموه كلي. يعني شلون؟ قانون جديد ظهر لي اسمه القانون العام للسعه الكليه. السعة المكافئة الكلية تساوي الشحنة الكلية على فرق الجهد الكلي، وأنا منطيك تعريفهم. زين، لاحظوا وياي هذا القانون هو يشبه بالضبط القانون للمفرد. شنو الفرق بيه العدستات؟ سي ايكوال تحوي كل من C1 و C2 أو C3 أو C4 حسب ما يعطيني إياه بالمسألة. طيب Q1 و Q2، كيو توتال راح تكون حاصل الجمع مالتهم، يعني الكيو الكليه، الشحنه الكليه. وفرق الجهد كذلك، فرق الجهد الكلي راح يحتوي كل من دلتا في 1 دلتا في 2 ممكن 3 حسب. احنا راح نتفق بهاي المحاضره على انه متسعتين، لكن السؤال ممكن يكون اكثر من متسعه. طيب هسه راح يصير عندك اكثر من متسعه، الاشكاليه وين؟ الاشكاليه انه هذا القانون يا شباب، القانون العام راح يختلف حسب نوع الربط. حسب نوع الربط هل يكون توالي ام توازي. فتعالوا خلينا نشتق علاقات بسيطه تخص نوع الربط التوالي ونوع الربط التوازي. راح ناخذ الربط التوالي اول شيء. بربط التوالي من تقرا بالسؤال ربط توالي معناها انه الشحنه الكليه هي نفسها الشحنه الاولى ونفسها الشحنه الثانيه، وحتى اذا كانت عندك اكثر من متسعات. يعني شنو معناها؟ معناها الشحنات متساويه جميعها اذا كان الربط توالي، الشحنات بيها متساويه بربط التوالي. زين، وش راح يصير عندي؟ فرق الجهد الكلي عباره عن جمع فرق الجهد الاول زائد فرق الجهد الثاني، لكن بس الشحنات متشابهه. يعني اذا تلقى لي الشحنه الاولى هي نفسها الثانيه والكليه، اذا عندك شحنه كليه بالسؤال هي نفسها الاولى والثانيه، اذا عندك وهكذا. تمام، الشحنات متساويه وفرق الجهد يجمع. طيب بربط التوازي ايش راح يصير عندك؟ لا بالعكس، راح يصير بربط التوازي فرق الجهد متساوي. طبعا اقول لك يا فرق الجهد او الشحنه متساويه. هسه فرق الجهد هنا متساوي معناه اي متسعه، اي متسعه متساوي فرق الجهد. هنا كيو توتال تجمع، اذا بالعكس لازم تحفظها، لانه التوالي الشحنات متساويه والتوازي لا، فرق الجهد متساوي. التوالي يجمع الفرق الجهد والتوازي لا بالعكس يجمع الشحنات. هسه لازم نجي نشتق وحده وحده. شوف لي فرق الجهد الكلي، فرق الجهد الكلي دلتا في توتال. هاي العلاقه احنا اتفقنا على انه انتم دائما طلاب تعودتوا تسووها على شكل مثلث، تخلي ايدك على فرق الجهد الكلي التتريده، معناها راح يصير كيو توتال على سي ايكوال. يعني اذا تريد فرق الجهد الكلي راح شو يصير عندك؟ فرق الجهد الكلي يساوي لك كيو توتال على سي ايكوال. واضح؟ زين، هسه راح اعوض هاي القيمه وين؟ بدال هاي فرق الجهد. يعني فرق الجهد هنا يساوي كيو توتال على سي ايكوال، راح اجي اعوضه بمكانه. راح يصير عندي راح يصير عندي كيو توتال على سي ايكوال. طيب اللي يساوي جوا اللي يساوي. فرق الجهد الاول راح اعوض قيمته الفرديه يا شباب، راح اعوض قيمته الفرديه، وهو نفس يعني مثل ذيك العلاقه راح تصير قيمته الفرديه دلتا في 1 شو يساوي لك؟ كيو 1 على سي 1. فبالتالي راح اجي اعوضه كيو 1 على سي 1، مجرد تعويض عوضت بمكان فرق الجهد، الزائد ينزل. طيب فرق الجهد الثاني نفس العلاقه لكن ثانيه، راح تصير كيو 2
على C2. يا شباب منو هنا المتساوي؟ هسه بالبداية تعال نبسطها لك أكثر. Q total على C equal يساوي لك، اخذ عامل مشترك راح يبقى لك 1 على C1 زائد 1 على C2. العامل المشترك اللي اخذته هو الشحنة. راح يسأل سائل يقول لك هي مو شحنة أولى وثانية؟ اي الشحنات متساوية يا شباب، Q total نفسه Q1 ونفسه Q2. واضح؟ فبما أن الشحنات متساوية معناها ما أكتب بعد توتال، ما يحتاج لأن هي نفس الشحنة. فبالتالي أختصر الشحنة من هذا الطرف ومن هذا الطرف، كأنما قسمت الطرفين على اليمين على كيو، لأن كيو متساوية. فايش بقالي؟ بقالي 1 على سي ايكوال يساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2. وهذا القانون يا شباب اللي استخرجته يسمونه قانون السعة الكلية أو السعة المكافئة الكلية. هاي السعة المكافئة الكلية المن لربط التوالي. إذن طلعنا قانون السعة المكافئة الكلية لربط التوالي، لازم تحفظه لأنه بالمسائل نستخدمه. خلينا نجي هسه نشتق ربط التوازي، نشتق السعة الكلية والمكافئة مالته. فرق الجهد متساوي على جميع الأطراف، كيو توتال أريد أعوضها. نجي إلى هذا القانون مرة ثانية، أخلي إيدي على كيو توتال، الشي يبقى لي سي إيكوال في دلتا في، لأن هاي وسطين الطرفين، فكيو توتال عبارة عن سي إيكوال في دلتا في توتال. أجي هذه راح أعوض بمكان كيو توتال، أشيلها أخلي بدل سي إيكوال في دلتا، سي إيكوال في دلتا في توتال اللي يساوي ينزل كيو 1 نفس الفكره، لانه نفس القانون العام. القانون العام وهذا القانون نفس الشيء، بس مجرد انه احنا فصلناه اول والثاني. فايش راح يصير عندي؟ هذا راح يصير عندي سي 1 في دلتا في 1. هاي منين جبتها استاذ؟ منه وسطين طرفين انا احتاج كيو، راح تصير سي 1 دلتا في 1. كذلك بالنسبه الزائد ينزل، وهذا راح يصير سي 2 دلتا في 2. طيب ايضا اخذ عامل مشترك هسه، خلينا هاي سي ايكوال في دلتا في توتال يساوي عامل مشترك راح اخذ، تبقى لي سي 1 زائد سي 2. العامل المشترك اللي اخذته هو فرق الجهد، بما انه فرق الجهد متساوي نفس الاول والثاني ونفس الكلي، فاختصر فرق الجهد بالطرفين، فيعني ايضا الطرفين على فرق الجهد. اوكي، ايش راح يبقى لك؟ يبقى لك سي ايكوال السعة المكافئة سي 1 زائدا سي 2. هذا شنو القانون اللي استخرجناه يا شباب؟ هذا معناه السعة المكافئة الكلية لربط التوازي، السعة المكافئة الكلية لربط التوازي. اوكي، ايضا تدير بالك علينا نستخدمها وين؟ بالمسائل. صار عندي قانونين للسعة. السعة لربط التوالي قسمة، والسعة لربط التوازي شنو؟ جمع مو قسمة. هنا لأن جمع تزداد السعة المكافئة بربط التوازي، وهنا لأن قسمة راح تقل السعة المكافئة بربط التوالي. واضح؟ فعندي سؤالين بالوزارة. هسه هاي علاقات رياضية، عندي سؤالين بالوزارة راح أشوفك إياهن وأيضا نجي نحكي عليهن شوية. باو علي. السؤال الأول الوزاري شو يقول لك؟ يزداد مقدار السعة المكافئة الكلية لمجموعة متسعات مربوطة على التوازي. وين ربط التوازي؟ هذا ربط التوازي. وين السعة المكافئة؟ ايش طلعت لنا بالاخير؟ سي 1 زائد سي 2. مو احنا اخذنا متسعتين ممكن 3 أو 4، لكن هنا ايش تلاحظ عندي؟ جمع، والجمع زيادة، فهو يقول لك ليش تزداد بربط التوازي؟ لأن ربط المتسعات على التوازي يزيد لك المساحة السطحية المتقابلة لصفيحتي المتسعة المكافئة بثبوت البعد بين الصفيحتين وحتى الوسط العازل ثابت. تتذكر العلاقة اللي تقول C تساوي ابسيلون نوت A على D. ده يقول لك هذا ثابت وهذا ثابت، فالسعة تتناسب طرديا ويا من؟ مع المساحة. ربط التوازي شو يسوي يا شباب؟
ربط التوازي يزيد لك من المساحة السطحية، معناها راح تزداد سعة المتسعة. ربط التوازي يزيد لك من سعة المتسعة، فيعني لأن تناسب طردي. زين باور، الجواب ما تكون بهالبساطة، لأن ربط المتسعات على التوازي تزداد فيه شنو؟ المساحة السطحية. إذا ربط التوازي يزيد المساحة السطحية، والمساحة تتناسب طرديا مع السعة، إذا راح تزداد السعة أيضا. شوف السؤال اللي وراه نفسه لكن على التوالي يقصد. يقل مقدار السعة المكافئة الكلية لمجموعة متسعات مربوطة على التوالي. وين ربط التوالي؟ هذا ربط التوالي. شو استخرجنا بالاخير؟ السعة المكافئة قسمة، والقسمة ايضا راح تقلل من الناتج، كلنا نعرف هذا الشيء. فدا يقول لك ليش تقل السعة المكافئة الكلية؟ من هي السعة المكافئة الكلية؟ خاف تتساءل بينك وبينها. سي ايكول، هياتها انا كاتب لك اياها اصلا، سي ايكول السعة المكافئة الكلية. شو راح يكون جوابك؟ ربط المتسعات، طبعا هاي لانه انا جاي اتحرك على السبورة مسحت هاي. ربط المتسعات على التوالي يعني زيادة البعد بين صفيحتي المتسعة المكافئة بثبوت المساحة والوسط العازل. أيضا نفس العلاقة يا شباب، هاي ثابت السماحية اللي القديمة مالتنا، دا يقول لك هاي ثابتة وهذا ثابت، هو دا يقول لك بثبوت المساحة. من تربط المتسعات على التوالي، من تربط المتسعات على التوالي راح يزداد البعد مال منه ومال السعة المكافئة الكلية. فإذا زاد البعد يا شباب، إذا زاد البعد السعة شبيهة، هذا زاد راح تقل السعة. فهو سألني قال لي ليش بربط التوالي؟ شوف يقول لي ليش بربط التوالي السعة طلعت لك هيك تقل؟ احنا جاوبناه قلنا له لانه ربط التوالي، جاوبناه قلنا له لان ربط المتسعات على التوالي يزيد لك البعد، واذا زاد البعد تقل السعه بثبوت منه؟ الوسط العازل والمساحه، يعني ذني ثابتات ما لي علاقه بهن. هاي عندك علاقتين بسيطات واشتقاق كلش بسيط قبل لا تدخل لانواع، يعني قبل لا تدخل المسائل. هاي انواع الربط كلش مهمه، محاضره جدا جدا مهمه، لازم تخليها بيدك وتفهمها زين، ما بدك تحفظها، بدك تفهمها بهالبساطه وهالسهوله هاي. تمام؟ فان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات اخرى.